السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى هنعمل ارنبيط بطريقة جميلة وتحفة وجبارة. مش قادرة اقول لكم. تعالوا نشوف عملناه ازاي. يلا بينا. هنعمل بقى الارنبيط ازاي. جبت واحدة ارنبيط اهو النهارده، عاملة زي الوردة هي تحفة. لازم يكون كده يا جماعة، يعني ماسكة ببعضها كده، ما تكونش فيها حتت متفاوتة. اهي يا جماعة جميلة جدا اهي. جبت القرص ده اقطعه بقى واسلقه، اروح اقطعه وارجع لكم تاني. هنا بقى يا حبايبي الميه بتاعته اتسلقت اهي، وانا قطعت الارنبيط اهو بالخرط دي، بالقطعه دي اهي يا حبايبي. جميل جدا جدا. خسران اللي ما بيحبش الارنبيط. احط بقى الملح اهو، حطيت له شويه ملح اهو. بعد ما حطيت الملح هحط بقى معلقه كمون اهو، عشان ايه ريحته ما تفضحش الدنيا كده في الشارع. واسقط بقى الايه الارنبيط اللي انا قطعته اهو يا جماعه اهو. اسقطه كله كده بالشكل ده اهي، واغطي عليها بقى عشان البخار يسوي الحتت اللي فوق دي. بس يا حبايبي اسيبه بقى يستوي حوالي نص ساعه كده. هنا بقى يا جماعه نعمل الايه الخلطه بتاعتنا الجباره. الرق على الخلطه، هنا الرق على الخلطه. جبت اهو كوبايتين 3 دي، حسب ما انت بقى، حسب الكميه اللي انت هتعمليها. بس لازما يا جماعه ننخلهم. شايفين نزل ايه في الاخر؟ لازما الدقيق يتنخل اهو. وبعد ما نخلته هحط معلقه واحده بس صغيره كده نشا، مش هحط نص كوبايه ولا كوبايه اهي. هي معلقه واحده عشان انا مش عايزاه مقرمش، عايزاه يكون مقرمش طبيعي كده، مش النشا اللي تخليه مقرمش اهو يا جماعه. حطيت معلقه واحده اهو، ونخلتها برضو اهو يا جماعه. هعمل ايه تاني بقى؟ معايا هنا خلاص كده الدقيق، معايا بيضتين. هحط له بيضتين بس. شفت القرص ما شاء الله كبير، بس هحط له 2 بس. ومعايا هنا طماطمايه ومكعب ماجي، طماطمايه هي مبشوره. ومعايا ايه اهي فص توم كبير كده هرساه. هحط كل ده في قلب الايه، في قلب الخلطه بتاعتي اهو. ادي معلقه الثوم، وادي القطايه اللي انا بشراها، تديها تسكيره كده وتخليها تحفه اهي. هفتح بقى البيضتين واحطهم اهو يا حبايبي. حطيت البيضتين، يبقى انا حطيت الدقيق وحطيت معاه معلقه واحده بس نشا، وطماطمايه كده قطايه بشرتها، وفص توم يعني معلقه توم كده كبيره، وبيضتين. وهحط لها بقى التوابل بتاعتها. توابل اهم حاجه، حطيت ملح ومعلقه فابريكا ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه فلفل اسود وكمون وبهارات لحمه. والمعلقه دي معلقه ايه كركم اهو يا جماعه. وهنا معايا مكعب ماجي اهو حطيته. ومعايا كمان بشرة جوزة الطيب هبشرها هي كمان عليها اهو يا حبايبي. بعد ما بشرت جوزة الطيبة اهي، جوزة الطيبة اهي بشرتها. هخرط بقى الخضرة. انا حاطه الخضرة 3 انواع، ما بحطش نوع واحد اهي. من كل حاجة عودين عودين كده، كزبرة و... وبقدونس وشبت اهو. حاطه من كل حاجة نوع نوع. كل ده انا لسه ما قلبتش. هحط الخضرة واخرطها واقلبها اهو يا حبايبي. ما تنسيش لو وصلت معايا لحد هنا، ما تنسيش تشتركي في القناه وتدعميني، واكتبي لي كومنت حلو كده من القلب زيك كده، وتكتبي لي دعوه حلوه كده اهو يا جماعه. اللهم صل على النبي اهو. رجعت بقى حطيت الخضره بتاعتي. هعجنها انا بقى عشان انا مخليها كلها فيتامين، يعني فيها فيتامينات وحاجات عشان ولادي أهي. فانا هعجنها كمان بكوبايه لبن اهي. كوبايه لبن اهي، هعجنها بكوبايه لبن اهي. جميلة جدا 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 ومغذية لعيالي اهي. وطعمها شوف مش قادرة اقول لكم، هتعجبكم جدا جدا اهو يا جماعة. الخلطة بتاعتي الجميلة الجبارة اهي اهي يا جماعة، ومغذية وجميلة وتحفة اهي. هروح بقى اقلي بقى على طول اهو يا حبايبي. بحط الواحدة هنا في الخلطة هنا، واحطها هنا اهي في الخلطة، واقوم شايلاها. مش بقدرها تاني بدقيق ولا حاجة اهي، في الزيت تقليها على طول اهو يا حبايبي.
اهي، واحده كمان هنا اهي، بالعجينه كله في قلب الزيت على طول، تبقى جميله وتحفه وبتقرمش، ومش قادره اقول لكم، وهوريكم لونها دلوقتي اهو. ماشي اهو يا جماعه الارنبيط، طريقه سهله وبسيطه ومغذيه اهو. قلبتها بقى على الناحيه التانية، حسب ما انت عايزه اللون ايه بقى. عايزه اللون وردي وجميل، تغمقي شويه، تنشفيها شويه، حسب ما انت عايز اهو يا حبايبي. احنا من عشاق الارنبيط يا جماعه، الارنبيط ده العشق العشق، عشان كده انا بخدمه بطريقه جامده جدا. يعني انا معظم الوقت كمان ما بعملوش ببيض، لو عملته ببيض ما اعملش بلبن، لو عملته بلبن ما اعملش ببيض، بس انا عملته المرتين بالحاجتين الاتنين المره دي اهو. تنسيش بقى يا قمر لو عجبك الفيديو بتاعي تشتركي معايا في القناه وتدعميني واكتبي لي كومنت حلو كده، تدعي لي دعوه كده حلوه من القلب كده، من القلب كده، وتحط اللايك كده ويعني وتشيري الفيديو كده مع اصحابك اهو يا حبايبي. وكده يا جماعه اكون خلصت يا حبايبي الارنبيط وقليته تحفه وجميل وطعمه جبار ومقرمش، مش قادره اقول لكم، مش ارنبيط اصلا، دي فراخ بانيه. تنسيش بقى تشتركي معايا في القناه وتدعميني وتكتبي لي كومنت حلو. باي باي.